قال: ما شاعر إلا من تزوج شاعره. يتبادلوا نفس المشاعر والشعور، يترمسسوا طول النهار وتباشره بالرد وتناقش معه بعض الأمور، تسامره على الفراش وتعاشره، تعرف من النظرة بكل اللي يدور، في العقل وافكاره تظل شاحره، تفهم لغات العين تكتب بالسطور، تلبس وتتزين تمام العاشرة، وتغمره بين السعادة والسرور، تهتم به بالليل، تجبر خاطره وتنبهه لجل الصلاة وقت السحور، تجهز البن ذات نكهة فاخرة، تقدم القهوة وخمس 4 تمور، إذا سألها كيف لوضع سابره تحسسه بالخير والدنيا دبور، وتطلب الحاجة بذوق وتحاوره، بصوت وبسمه كلها باجه ونور، تودي أهلها قد خرج وتناظره حتى يعد والبيت ينفح بالبخور، تستاهل الجنة ولو هي كافرة، بات تدخل الإسلام والباري غفور، كم مسلمة تظهر بصورة شاخرة، تصحي الأموات لا وسط القبور، الصوت صرخه من عذاب الآخرة، مكشرة تشعل البيت بالجمور، مجبور أسميها بحرفي داشرة، وانذر بها وأقول عشاكن ينسور، تتناقل الأخبار بسرعة ناشرة، وتعمي أبصار الخلائق والصدور، لا شافها الواعي تضيع الذاكرة، تجنن العاقل خلال 5 شهور، وعاد زارت أبي قالب صابره، ما يعرف أن الشرط فيهن والمهور، أكبر حرام وأكبر خسارة جايرة، فيها الكوافر والفساتين والعطور.